الزمالك والترجي في نهائي السوبر الافريقي 2019، مباراة نارية بين الفريقين، فصل على الحبيب ودوس اللايك بتاعك وتعالى نشوف ايه اللي حصل. الزمالك اون فاير من البداية. لا بابا جول. يا سلام يا الراعي جول اول من الزمالك بعد مرور دقيقة ونص بالظبط. بيسجل الزمالك اولى الاهداف بعد عرضية بالمقاس من محمد عبد الشافي ليوسف اوباما، وبيسجل الهدف الاول اللي هيولع المباراة. ضغط الزمالك كان رهيب، وبن شرقي يحط الثانية ويشيلها الدفاع. الترجي بدأت تخش في اجواء المباراة، والهوني بيلعب كرة حلوة لوتارة، وجول اول بيضيعه وتارة. مصطفى محمد كان تقريبا بينتقم من الحارس، كرة صاروخية بيلف ويحطها، ولحسن حظ الحارس انها فوق العارضة. الهوني بيرجع وبيدي اسيست تاني لوتارة، وتاني كرة مهمة بيضيعها لاعب الترجي. مصطفى محمد مش بيسدد، ده بيحط صواريخ حرفيا، ولسوء حظه بتعلى فوق العارضة. المباراة بقت رايحة جاية، وكرة تانية كان هيغلط فيها ابو جبل وبتعدي بسلام. هجوم الزمالك كان فتاك، وزيزو يحط كرة في الجول تخبط في المدافع وتخرج بره. اللي بعدها الحارس يتألق امام مصطفى محمد وبن شرقي، والزمالك فعلا كان معاه هجوم مرعب، زيزو ومصطفى محمد وبن شرقي. الترجي يجيله ضربة جزاء بعد ما لمست ايد الونش، ويخش ليها عبد الرؤوف بن غيث. وسجل جول. يا سلام عليك يا بن غيث. وبتسجل الترجي هدف التعادل. والمباراة بصراحة حاجة في قمة الجمال والله، الفريقين مستواهم قريب من بعض.